كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز، وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني. بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. وكان الغني يتنعم كل يوم مترفها، ومات الغني أيضا فرفع عينيه في الهاوية. وهو في العذاب رأى لعازر وإبراهيم من بعيد. يا أبي إبراهيم، ارحمني وارسل لعازر يبل طرفه اصبعه بماء ويبرد لساني لأني أتعذب. تذكر يا ابني أنك على الأرض اصطفيت كل خيراتك لعازر البلايا، والآن هو بسلام وأنت من يتعذب. وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة ولا يستطيع أن يعبرها أحد. إذن أرسل لعازر إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة، حتى يشهد لهم لكي لا يأتهم أيضا إلى موضع العذاب هذا. عندهم ما كتبه موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. هذا لا يكفي، لكن إذا مضى إليهم واحد من الأموات وأخبرهم سوف يتوبون. إن كانوا ليسمعون من موسى والأنبياء ولأن قام واحد من الأموات يصدقون.